السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل حبايبي، أنا رفيدة ممدوح، ذكريات أكلك على قدك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا النهاردة هنعمل الزبادي بقطع الفراولة، طعمه هايل جميل جدا، أتمنى تجرب. عندنا شوية فراولة بقى كده، حبينا ننشفهم على النار. طبعا ما ينفعش تحط الفراولة كده، هتقوم صارده منك الزبادي مية. فعملنا فيها حطيناها بقى في طاسة على النار، غسلنا طبعا حلو، نشفناها حلو، وحطيناها في طاسة كده على النار زي ما انتوا شايفين، اكنك راح تعملي مربى بس في السريع. دول حبة من الفراولة اهون. وطبعا اللبن معانا بيسخن على نار جنب منه، بنسخن اللبن كده على نار يبقى دافي عشان نعمل الزبادي اهو. بقول لكم حرارته ايدك تستحملها. حطينا بقى الفراولة، هي خلاص كده نشفت ميتها خالص. طبعا بتقعد تشرط في ميه شويه، ما تقلقيش هي هتنشف ميتها، خليكي بس مع التقليب المستمر عشان ما تلسعش منك. شردت ميتها خالص وما عادش فيها، وزي ما تقولي استوت كده اهو، اكنك راح تعملي مربى بس من غير ميه وسكر في الاول. لا، احنا بنحط ميتها تنشف في الاول، وبعدين بحط عليها معلقه عسل اسمر او معلقه سكر. يعني مش هتفرق كتير الخطوه دي يعني. بس هي بالعسل طبعا عشان يبقى الزبادي صحي ومفيد اكتر يعني. ده زبادي بقى بقطع الفراولة بقى بالعسل عشان يبقى مسكر منه فيه. مع التقليب بقى المستمر، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة اهو. طبعا العسل مع النار بيسيح شوية. حطيت بقى فصوص بلح، الخطوة دي اختيارية، عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة تحطيها براحتك. ممكن تعمليه بالبلح بدل الفراولة اصلا يعني. بلح بس يبقى البلح اللي هو الكبيس، البلح التمر اللي هو الطري، او اي نوع بلح طري يعني. حطينا فيه بقى حبيتين كده بلح وحتتين تين من التين المجفف. طبعا كل سنة وانتم طيبين، دي روايح رمضان. يا حبيبي قعدنا نقلب فيه بقى كده قوي. انا عندي شنقة معلش على صوتي بقى، تعبانة شوية. طبعا لحد ما العسل اتكرمل مع الفراولة، عشان ما يسرطش اي مية، وتأكدي ان خلاص الفراولة ما عادش فيها مية. عايزة تقطعي حتت تقطعيها، عايزة تسيبيها بحالها سيبيها. زي ما انتم شايفين بقى شكله، ده الشكل النهائي له. ده كده يتحط في طبق، بصوا خلاص ده كده يتاكل مربى زي الفل. معلش بقى الصوت تعبان خالص يعني. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب، ويشفيكوا ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. طبعا المية بقى سخنة، سخنين المية. كان عندي كده حتة اللي هو قشطة الحلويات، حطيتها كترتها شوية بيها، قلبتها فيها، وهي بعد ما طفت النار على طول حطيتها بس، وحطيتها في قلب الكوبايات من تحت، وهصب عليها الفراولة، وهصب عليها الزبادي. زي ما انتم شايفين كده عمل لي عدد. دي بقيت مكان الفراولة، حطيت عليها معلقتين لبن، خسارة يعني، حطيت عليها معلقتين لبن كده بقت بامبا، عملت منها كوبايتين. بحط بقى كوبايتين من الزبادي في قلب كوبايتين من اللبن في قلب الخلاط، وهحط عليهم معلقة مع كوباية من الزبادي. عفوا سامحوني. حطيت عليها معلقة من الزبادي، وحطيت عليها كوباية من الزبادي اللي احنا كنا عاملينه. انا كنت موريهولكوا في كنت موريهولكوا في الفيديو اللي فات او اللي قبل اللي فات.
طبعا بضربه في الخلاط بقى. طبعا الفوم اللي بيحصل دون والرغاوي اللي بتحصل ده بيديكي خير اللبن، وبيديكي الوش بتاع الزبادي البلدي اللي احنا كلنا بنحبه واللي بنجيبه من بره. طبعا بنملى بقى الكوبايات بيه. بغض النظر عن اللي حصل دلوقتي انا حاطه المعلقه دي عشان يعني ايه اللبن ما يمشيش في الفراوله، بس ايه الدنيا اتبهدلت بقى فهنمسحها كده ونرجع تاني. حطينا بقى في طبق. خليكي ناصحه كده، اعملي بالاول في طبق. طبعا ملك كل الكوبايات ده بتاع الطقم اللي هو البايركس العسلي، وده كستبانات قهوه كده بتبقى طويله. اي بقى كوبايات عندك حطيها، على فكره تنفع كوبايات بلاستيك، تنفع كوبايات ازاز، تنفع كوبايات صاج، فخار، اللي متاح عندنا. حطيناها بقى في ميه سخنه، وغطينا عليها حلو وكتمنا عليها بفوطه حلو لما 4 ساعات او 5 ساعات، لما لاخر النهار حطيناها في التلاجة. وده شكلها النهائي. اتمنى تعملوا لايك. شايفين قطع الفاكهه فيها جميله جدا، طعمها حلو قوي قوي. دي حاجة كده جديدة ومفيدة، والزبادي جميل جدا. اتمنى تعملوا لايك واشتركوا في القناة. الزبادي متماسك جدا. بصوا الخير، شايفين وشه عامل ازاي؟ ده الخير اللي بيبقى على وش. شايفين قلبين الزبادي كله هون. طبعا بصوره لكم في قلب التلاجة. ايه رأيكم؟ جوزي بيقول لي بتصوري في التلاجة، بقول له بحبكم في الله.